السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الجمال. الطلب مني الستيك دولسي الستيك كلاسيك، وطبعا انا هعمله في البيت بطريقة احترافية. وتعالوا يا جماعة نشوف الموضوع عامل ازاي. بسم الله حبيبي يا رسول الله. اهو نشوف بقى بتاع الشركات ولا بتاع الشيف منصور. ادي بتاع الشركة اهو، هو مش وحش وحاجة مش بطال، بس طبعا بتاع الشيف منصور بصوا يا جماعة عاملين عامل ازاي، وبمكونات سهلة وموجودة في كل بيت. طب نقطم هنا بسم الله. الله الله، بصوا الموضوع عامل ازاي يا جماعه. هنا نفس الشكل ونفس الطعم، بس بتكلفه اقل وطعم احلى مع الشيف منصور. ونبدا الوصفه على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله، وحشتوني كتير. كل سنه وحضراتكم طيبين. وهنعمل النهارده ايس كريم اقتصادي في البيت بمكونات سهله، وهيطلع احلى من بتاع الشركات. يلا بينا. المكونات اللي معانا النهارده على بركه الله: 2 كوبايه حليب تعادل 500 جرام، نص كوبايه سكر بودره تعادل 100 جرام، نص كوب كريم شانتيه خام تعادل 100 جرام، 2 معلقه كبيره نشا بتعادل من 50 ل 40 جرام، 1 معلقه كبيره جيلاتين تعادل 20 جرام، 2 باكو فانيليا تعادل 2 جرام. ونبدأ على بركة الله. أول حاجة معانا النهاردة الحليب هننزل بيه. بسم الله حبيبي يا رسول الله. أهو لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل أكبر عدد. وادي السكر بتاعنا أهو، كل الخامات بتاعتنا هتنزل على بعضها أهو. بعد ما نزلنا بالسكر هننزل بالنشا بتاعتنا أهو. كل حاجة قدام حضرتك، أسهل طريقة آيس كريم في العالم. واخر حاجه الكريم شانتيه بتاعتنا اهو. كل المكونات بتاعتنا هنرفعها على النار وحطيناها على النار. نستمر في التقليب عشان يديني نتائج ان شاء الله مرضيه. ونستمر في التقليب، واول ما نبتدي نقلب ما ننساش ننزل بالفانيليا بتاعتنا القمر اهو. كل حاجه قدام حضراتكم. الايس كريم ده يا جماعه اللي هو البيزك بتاع الايس كريم. هاخد بقى ده اديله فراوله يبقى ايس كريم فراوله، اديله 50 جرام شوكولاته يبقى شوكولاته، توت اي نوع عايزاه. اهم حاجه الخلطه دي هي الاساس من الوصفه دي. الشوكولاته اللي احنا هنجلس بيها بنجيب شوكولاته خام ونجيب كده حله فيها ميه ونحط هنا الشوكولاته بتاعتنا. الشوكولاته دي يا جماعه ما يجيش عليها ميه خالص، ممكن هنحط عليها زيت ماشي عشان ما تكسرش مننا، بس اوعى يجي على اللي احنا عايزينه يا حضرات اهو. بسم الله حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما تبتدي تبقبق كده هننزلها من على النار اهو. ده الايس كريم بتاعنا اصبح جاهز، ودي البيزك بتاع الايس كريم. حطوا بقى اي نكهات اي تطعيمات اي الوان، هيبقى على بركه الله لوز اللوز. صبه هندي كده شويه من التوت او الجيلي الاحمر، دي بودره الجيلي او التوت عشان يديني اللون الجميل ده كده، ويديني العرق بتاع التوت كده اهو. بعد كده هنصبه في الصاج بتاعنا عشان هنقطعه. لو انا عندي بايركس او اي حاجه مفيش مشكله، لكن انا عشان عندي صاج زي كده هنزل فيه بالخليط ده. يا جماعه فردناه اهو. انا عايز اقطعه ستيك كده زي ستيك بتاع الدولسي ده، هيتقطع كده بس بعد ما يسع ونحط فيه الستيكس بتاع الخشب. ودي طبعا عشان انا ما عنديش صاج، ولو سيادتك عندك فورمه مستطيله كده او بايركس تعملي فيه افضل، لكن احنا دايما بنتصرف في المطابخ. ودي هتخش التلاجة لمده 4 ساعات، وهنوريكم مع بعض ازاي بتاعنا القمر. بسم الله اهو زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل. عايز بقى اظبطه واعمله بقى ايه الستيكس بتاعه عشان نجلسه. بنجيب احنا ميه سخنه كده، والحجم اللي احنا عايزينه هنقطعه يعني كده. بصوا انا ايه عاجبني الحجم ده قوي اهو. بسم الله حبيبي يا رسول الله اهو اهو بتاعتي اهي. وببتدي ادخلها كده بالراحه اهو 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 اهو. هيبقى معايا زي القمر اهو، وهيتجلس وهيبقى حاجه عظمه. واستسمحكم اللي لسه ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونشير الفيديو ونعمل لايك عشان يوصل اكبر عدد. ودي حاجه خاصه بقناه الشيف منصور للطبخ اصول. دي حاجه اختراع مني بمناسبه الصيف، وداعا لشراء ستيك دولسي من الشارع. اهو الشوكولاته دي شوكولاته سيحناها على حمام ميه زي ما حضراتكم علمتكم كده، وزي ما حضراتكم عارفين. هناخدها كده في قلب اي هيبول عندي عالي كده شويه اهو. المكسرات اللي عندي دي اختياري اهو، عايزين تحطها حطها، لكن انا هحطها حاجه بسيطه كده حوالي 30 جرام فقط لا غير.
وبنقلب كده المكسرات بتاعتي. مكسراتي بقى اي حاجه عندي، فول سوداني، بندق، لوز، فستق، عين جمل، اي حاجه عند حضرتك تمشي زي الفل اهو. كده مرحله التجليس اهو شايفه كده، وهنرفعه اهو اهو. نصفيه بالراحه كده وننزله على اي كيس بلاستيك عندك او استريتش فيلم اهو. هنسيبه يسع وبعد كده هنفنشه مع بعض. واحده كمان، حاضر اهو. تمام، هنكمل الكميه ونرجع لكم. وعشان الشيف منصور بقى بيحلل حلو، عملنا كورنيه شوكولاته كده، ونعمل على وش بقى الدولسي بتاعنا كده عشان يديني الشكل الجمالي، عشان يبقى حتى نختلف عن شغل الشركات اهو. زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل، الموضوع بسيط جدا اهو. خلصنا الوش ده، هنقلبه على الوش التاني كده اهو اهو. زي ما حضرتك شايفه، بسم الله حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهو. ربنا يصلح ما بين ايديكم جميعا، وتعملوا الوصفه على بركه الله اهو. هندخله التلاجة بقى يسع شوية، وهنقدمه وبالهنا والشفا. ما نسيناش بقى شوية المكسرات الجمال من فوق عشان خاطر يظبط معانا اهو. هنلف بقى هنا، الحمد لله لسه ما نشفش اهو اهو. شوية المكسرات بقى الجمال عشان يبقى فعلا شغل الشركة عملناه. وعملناه الستيك دولسي بطريقة سهلة جدا، ووداعا لشرائه من الشارع. بصوا الموضوع عامل ازاي، والله الموضوع يدرس يا جماعة، والله يدرس. نهاية وصفة الستيك دولسي بتاعنا عملناه بطريقة احترافية وبمكونات سهلة. ودي وصفة الشيف منصور، دي حاجة خاصة بيا، عملت اختراع عشان متابعيني. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك، ونعمل لايك لكل فيديو ونشيره. واي وصفة عايزينها على راسي وعلى عينيا. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.